زمان كانوا بيقولوا القافلة تسير والكلاب تعوى. أي حاجة مش مفيدة بالنسبة لي حطها على الجناب وخليك مركز في طريقك، خليك مركز في أنا عايزة إيه من البلاتفورم اللي أنا بستعمله ده. أنا مجرد عايزة أقضي وقت كده وسكرول، أوكي ده وقت في اليوم. وقت عايزة أتعلم واستفيد حاجة، في ناس معينة أنا بتابعها. زي واحدة مرة من زمان دخلت عليا تقول لي أنا بتابع واحدة على السوشيال ميديا وشايفة إن هي كل أسبوعين في بلد معين وأنا مش قادرة أقوم من السرير. قلت لها ما هو متابعتك ليها هتزودك لك إحساس إن أنت مش قادرة تقومي من السرير. انت ما تتابعيش الناس اللي هي ممكن تكون سافرت الرحله دي من 3 اشهر ولا من شهرين وبتنزلها دلوقتي توهمك انها في الحته الفلانيه. انت تتابعي الناس اللي تساعدك ازاي تقومي. انا النهارده مش قادره اقوم من السرير، هتابع الناس اللي بتديني بوزيتيف انرجي، بتديني طاقه ايجابيه، بتقولي ازاي ابتدي بخطوات عشان اقدر اقوم واتحرك، ازاي ان انا ابقى احسن مما انا عليه. لكن لو انا مش قادره اقوم من السرير وببص لواحده فوق عماله تروح وتيجي، طب ما اكيد انا هحس بالدونيه، هحس بان انا قليله، هحس ان انا ضعيفه، هحس ان انا مكتئبه، هحس ان انا مش مبسوط. اختيار الماده اللي انا بتابعها بيلعب دور كبير جدا في المايند سيت بتاعي، احساسي بدماغي تشتغل ازاي واحساسي بذاتي شكله ايه. فاقدر اقول انا قويه في ايه وكويسه في ايه، ساعات اقول انا مش كويسه في كذا فاتعلمه بدل ما اقعد اتنمر عليه.